بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا معكم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن نفسر من سورة البقرة، ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. طبعا الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها يبين لنا أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق، وذكرنا ما هو الميثاق: هو التشريع، وأنزل عليهم التوراة والألواح والقضايا قضايا الحياة، فقبلوا بعد أن هددهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، قبلوا هذا الميثاق. بعد أن قبلوا هذا الميثاق بقليل أعرضوا عن هذا الميثاق بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى من إرادته وترتيب كونه سبحانه وتعالى والمعاملة مع البشر أنه لا يعجل العقوبة، أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل العقوبة، فهو سبحانه يمهل ولا يمهل العباد ويعطيهم الفرص ويذكرهم ويؤلبهم، فإن استجابوا فقد فازوا، وإن لم يستجيبوا فقد خسروا. فالله سبحانه وتعالى بعد أن نقضوا العهد وتولوا عن أداء واتباع هذا الميثاق الذي هو التوراة وما فيه من تشريع، قال: فلولا رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالعباد وإمهاله لهم لعجل لهم العقوبة، ولكن تركهم ليعودوا وليفكروا في ذلك الأمر لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. من يتبع هدي الله سبحانه وتعالى إخواني ينال سعادة الدنيا والآخرة، والذي لا يتبع هدى الله يخسر في الدنيا وفي الآخرة. نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. هنا الله سبحانه وتعالى يعلمهم شأن آبائهم الذين تجاوزوا الحد بصيد السمك يوم السبت، وكان محرما فيه لقصره على العبادة. كيف ذلك؟ عندهم يوم السبت عطلة، مثل عندنا نحن يوم الجمعة عطلة، فهو يوم عبادة. كيف عندنا يوم الجمعة يوم عبادة ويوم مكرم عند الله ويوم المسلمين، أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا اليوم يوم السبت، وقال لهم: تفرغوا فيه للعبادة، ما في لا تشتغلوا ولا تعملوا ولا تسووا شيء، هذا للعبادة. مثل هلا مثلا عندنا يوم الجمعة محرم البيع والشراء من وقت أذان يوم الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة، أليس كذلك؟ محرم إخواني. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اتركوا كل شيء، هيك الأمر، اتركوا كل شيء وروحوا إلى صلاة الجمعة. فهنا أخواني البيع والشراء يجب علينا أن نلفت إلى هذا الأمر. البيع والشراء حرام ومكروه، مو شبنا شيخي حرام. وقال بعض العلماء أن إذا كتب عقد فالعقد باطل. شو معنى العقد باطل؟ إذا إنسان عمل عقد زواج، هذا العقد شو باطل، لأنه في وقت تحريم. فاليوم نحن الله يصلحنا ويهدينا شوفوا هاي القصص هي تبعت بني إسرائيل،
كلياتها أنزلها الله سبحانه وتعالى ويقصها علينا لنتعظ نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يجي واحد على صلاة الجمعة بيلاقي بياع الفواكه والخضرة على باب الجامع ظريفة مرتبة وحلوة، مو هيك؟ شو بيقول لحاله؟ والله لا آخذ هلا يعني فاكهتي وخضرتي، لأنه إذا طلعت من صلاة الجمعة حيروح بقى صفى الدبلان والمعاينة والمضروبة بده ياخذ أم صالح. تمام؟ أخذهم. لما بنقول له حرام البيع والشراء، حرام في هذا الوقت وقت الأذان إلى بعد ما تنتهي الصلاة حرام. يقول لك أخي أنا بعرف شو عم ساوي. هلا أنا بشتريهم نقيهم حطهم على جنب، قل له بس اطلع باخذهم. هلا شوفوا شو ساووا بني إسرائيل، نفس الحالة هلا بنمر عليها، نفس الحالة. احتالوا على مين؟ بدهم يحتالوا على الله سبحانه وتعالى. فهون رب العالمين جعل لهم هذا اليوم يوم عباده. شوفوا يعني نحن الأمة المحمدية رب العالمين ما كلفنا بتكاليف كثيرة مشان نحن نشكر الله سبحانه وتعالى. جعل لنا يعني محرم هذا الوقت للبيع والشراء شغلة نص ساعة بالكثير وقت صلاة الجمعة. أما هن شو عملوا؟ هذا اليوم كاملا محرما عليهم البيع والشراء. فإن موسى حضر عليهم العمل في هذا اليوم وفرض عليهم فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، وأباح لهم العمل بقية أيام الأسبوع. فكان إذا دخل يوم السبت، شوفوا بقى هلا الحيلة الشرعية اللي بنعملوها مثل اللي نحن عم نساويها. قال فإذا دخل يوم السبت لم يبقى حوت في البحر. ما صفي يوم السبت ما بيجي ولا حوت. لا إله إلا الله. شوفوا هذا الامتحان. وغير أيام الأسبوع يعني عم تعج الحيتان في البحر. بس يوم السبت عم يجوا الحيتان يوم السبت، يعني ما بيجي عفوا بالعكس، يوم السبت بتتعبى الحيتان، بتعبي البحر كلهم بيطلعوا يوم السبت. باقي الاسبوع ما عاد بيبينوا نهائيا. هذا امتحان اخوان. مثل ما رب العالمين امتحن الامه المحمديه شو قال؟ يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. انا محرم فما بيجوز اصطاد، لكن الغزال بين ايدي، لك اذا بعمل له هيك بصطاده. تمام اخواني؟ الشغله الشاف بين ايدي، قال لي اي شغله بحبها بين ايدي. فشو قال رب العالمين؟ يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. بس شو عملوا رب العالمين؟ ليش عمل هذا الامتحان؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذا كان الامتحان لبني إسرائيل. يوم السبت المحرم عليهم الصيد، الحيتان عم تعج بالبحر، باقي الأسبوع ما عم يطلع شيء نهائيا، وقال لهم ما في يصيدوا غير كل الأسبوع إلا يوم السبت. فشو عملوا؟ هن حيلة شرعية، عملوا أحواض بالبحر. يوم الجمعة المساء يفتحوا الأحواض. تمام؟ يفتحوا الأحواض، تفوت الحيتان لوين؟ على الأحواض. تمام؟ يسكروا عليها. يجي يوم الأحد الصبح يسناولوها، ياخذوا الحيتان يردوا يفتحوا الأحواض. ما عاد بدنا. شايفين الحيلة الشرعية؟ إنه خلص إحنا ما يوم السبت ما عم نصطاد. إحنا عم نجي يوم الأحد نصطاد. فشايفين إخواني يعني اللعب واللف والدوران هذه يعني لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وزين لهم هذا الشيطان زين لهم هذا وقال لهم أنتم لا تصطادون يوم السبت، إنما أنتم عم تصطادوا يوم الأحد. بس اعملوا هالشغلة هي، جمعوا هالحيتان كلياتها، اعملوا هالأحواض هي، ويوم الأحد تجوا تاخذوا الحيتان. فشو عاقبهم رب العالمين؟ شو عاقبهم؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عم تلعبوا على الله، عم تلفوا وتدوروا على الله. فلا يفكر حاله الإنسان فالهوي
وشاطر، فلهوي وشاطر علي، كون فلهوي وشاطر علي، معلش قد ما بدك يعني اخدعني وقد ما بدك تشاطر علي، بس على الله اوعى تتشاطر. على الله شو بدك تقول؟ سمعنا واطعنا. لا تتشاطر على الله، لا تعمل فلهوي على الله، لا. نعم. فقلنا لهم، شوفوا شو عاقبهم رب العالمين، كونوا قردة خاسئين. جمهور المفسرين يقولون أن صورهم مسخت بمعصيتهم فصارت صور القردة. قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، فما نجا إلا الذين نهوا، اللي كانوا عم ينهون عن الأمر هذا وكانوا يعني منساقين وما يعني منقادين لسيدنا موسى، الله سبحانه وتعالى نجاه. طبعا الممسوخ لا ينسل، يعني ما بيتوالد ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من 3 أيام. عاشوا 3 أيام بدون أكل وبدون شرب وبدون توالد، بدون تناسل يعني، وبعدين ماتوا. طبعا هذا التفسير له نظير، كما يعني أذكر لكم دائما أن أقوى التفاسير هي آية تفسر آية أخرى. فنظير هذه الآية ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أنهم قالوا أصبحوا في مرتبة الحيوان، يعيشون دون عقل ولا تفكير، كالقردة في نزواتها والخنازير في شهواتها. يعني رب العالمين ما مسخن حقيقة لقردة وخنازير، إنما يعني وصفهم بهالوصف هذا، لأنهم يعني عطلوا عقولهم وتفكيرهم وخرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فوصفهم الله هذا الوصف. فهم بعيدين عن الفضائل الإنسانية وبعيدين عن الإنسانية بشكل عام، نزلوا إلى يعني محط الحيوانات، فلذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بالقردة والخنازير. فبأي حال إن كان هذا التفسير أو هذا التفسير، فعقوبة المسخ لكل فاسق خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. شو معنى فجعلناها نكالا؟ يعني عبرة لمن يعلم بهذه القصة وبهذه الحالة، من هم فيهم ومن هم بعدهم. وقيل أيضا فجعلناها نكالا أن القرية نفسها جعلها الله سبحانه وتعالى عبرة للقرى التي من حولها، وعقم تخرجوا عن طاعة الله، وعقم تعاندوا الرسل، فبصير فيكم مثل قرية اللي صار فيها هذا المسخ وهذه القردة والخنازير. لماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول وموعظة للمتقين. من هم المتقون؟ المتقون الذين يبتعدون عن عصيان الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. كل من يبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى ما اسمه المتقي. فهنا الموعظة تأتي لليهود: يا أيها اليهود المعاصرون لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، اتعظوا بما حل بأسلافكم وآبائكم وأجدادكم، وإياكم أن تعصوا النبي صلى الله عليه وسلم وتتمادوا في عصيانكم فيصير لكم ما صار على آبائكم وأجدادكم. وهذا مما يدل على أن المقصود بالكتب السماوية العمل بمقتضاها. إخواني، موضوع يعني القرآن حتى يعني أي كتب سماوية العمل بمقتضاها. شو بنرجع للأول؟ وإذ أخذنا ميثاقكم
ميثاقكم. شو هو العهد والشرع بما أنزل الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى في التوراة، مو إنه نتلوها تلاوة، نعمل بهذه الشريعة. وأيضا أخواني هذا التوجيه للأمة المحمدية، أن هذا القرآن يجب أن نعمل بمقتضاه، ولا نرتله ترتيلا فقط، لا نرتله ترتيلا فقط، إنما يجب أن نعمل بمقتضاه. في كثير ناس كل يوم بيقرأوا ختمة ولكن يأكلون الربا، ولكن أكلهم حرام ومشربهم حرام ويتغذون بالحرام، فهذا مخالف يعني 100% للقرآن الكريم. وإذا بيقرأ مو كل يوم ختمة، إذا كل يوم بيقرأ 10 ختمات فهو ليس من القرآن بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس رجلا فاسقا، إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن، شوفوها، يقرأ القرآن لا يرعوي إلى شيء منه. شو معنى لا يرعوي إلى شيء منه؟ يعني لا يعمل بمقتضاه. هذا شر الناس. فنحن إن شاء الله نقرأ القرآن ونفهم القرآن ونعمل بإذن الله من القرآن لنكون من أهل القرآن. من أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.